عارف الكلام ليه بيضايق، انا مش عارف ليه الحياه بتضايق. دايما كده بلاقي كام واحد كده يدخل لي على فيديوهاتي ويجيب الحته الاخيره اللي هي بتاعتي انا، انت فاهم، ويدخل يشتم فيا ويقول كلام. طب ليه يا عم؟ انا كلمتك ولا عملت لك حاجه؟ انا بحب الاهلي. انا بحب، مش عارف ليه الحياه بتزعل، مش عارف ليه لما بتكلم عن ان الاهلي عظيم قوي وان الاهلي يعني ما يتقارنش بحد الناس بتزعل مني. طب ليه؟ طيب زعلان ليه؟ باشا، باشا مصر اسمعني، اسمع البقين دول علشان ايه؟ هيجيبوا النهيه معاك، النهيه والله. النادي الاهلي كبير، كبير قوي قوي. والنادي الاهلي مش بامام عاشور، النادي الاهلي مش بحسين الشحات، النادي الاهلي مش باي لاعب نهائي. النادي الاهلي مش باي لاعب. النادي الاهلي مؤسسه كبيره بتنجح اي حد. اي حد يعدي من جنب سور النادي الاهلي بينجح وبيعلى وبيكبر. هي كده، من صغرنا طالعين على الاهلي وهو كده. اي حد اسمه بيرتبط بالنادي الاهلي خلاص كده يا معلم، انت كده ركبت الصاروخ. خلاص كده مفيش حاجه تاني، مفيش كلام تاني. انت كده نجحت يعني نجحت. حاجه من الاتنين، يا اما نجاح لا اما نجاح. في بقى ناس بتنجح بتفوق وفي ناس بتنجح على النجاح اللي هو العادي، دي قصه تانية. فاللي عايز اوصله لك، النادي الاهلي ده مكنه ترس، تمام، مكنه شغاله. اللعيبه دول ما هم الا حلقات في الدايره، مش اكتر من كده. ده مش معنى كده ان اللعيبه يعني مش كويسه، لا ما اقصدش كده خالص يعني. ولكن اللي عايز اوصله لك، النادي الاهلي بينجح اي حد، بس كده خلاص. هتقول لي امام عاشور جامد، اقول لك جامدين مش جامد واحد، حلو جدا. بس لان هو في النادي الاهلي زي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ، حظه حلو وربنا بيحبه. لان هو في الاهلي. ما هو كان جامد كده من زمان، ما هو في الزمالك برضو كان جامد. بس هل كان لاقي اللي هو لاقيه دلوقتي؟ من غير دخول في تفاصيل يعني، هل هو كان لاقي اللي هو لاقيه دلوقتي؟ لا خالص، خالص. فهو ده يثبت اللي انا بقوله لك بالظبط. النادي الاهلي كبير قوي وكبير على اي حد. وصلت الرساله، اتمنى من ربنا ان هي تكون وصلت. عايز تشتم بقى في الكومنتات اشتم يا باشا مصر ولا يجي.